الو. الجمعيه المصريه حساسيه والمناعه، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك، ازاي الصحه؟ اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور مجدي. دكتور مجدي، يمكن واحنا الجو ابتدى خلاص يشتي، وادوار البرد الحقيقه كتيره قوي، فممكن تنصح الناس بايه ان هم يحافظوا على المناعه ويقدروا يقاوموا نزلات البرد؟ طبعا هو لازم كلنا نحتاط بالملابس الواقيه للبرد. يبقى دلوقتي هنلبس بسرعه كده 3 طبقات من الملابس. الطبقه اللي لامسه الجلد بتبقى توصل للرقبه وتغطي الرسغين. الطبقه الوسطانيه بتبقى صوف. الطبقه الخارجيه بتبقى واسعه وفضفاضه لخلق طبقه هواء عادله. طبقه الهواء العادله بتحمي الجسم من انخفاض درجه حرارته وما تدخليش البروده، وتحافظ ما تمنعش بعد كده في المستقبل المشاكل، وبعد كده كمان الرطوبه اللي بتحصل والكلام ده. برضه مهم قوي ان احنا ما ننساش الزنجبيل والتدي والبردوش كلهم والحاجات دي كلها، والريحان ورق الجوافه هامين لاخراج البلغم، هامين لرفع المناعه، هامين جدا كمضاد اكسده طبيعيه، هامين كانهم امراض حيويه طبيعيه. ومش هننسى ان الامراض الشتاء حاليا الموجوده، و95% من امراض الاطفال والالتهابات الشعبيه بتبقى كلمه فيروسات، يعني 200 مجموعه للبرد ومجموعه الانفلونزا. مش هننسى برضه الزنك هام جدا وموجود في نقصه، موجود في المصريين بشكل عام، اللي عنده نقص مناعه، اللي بيتكرر معاه العدوى، اللي بتطول معاه الادويه ومفيش استجابه، الناس اللي عندها بيشربوا الخمور، المدمنين، المدخنين، الناس اللي عندها مشاكل في النمو، الاطفال المبتسرين، اللي عندهم تشقق في الاظافر، تشقق في راحه اليد، كلهم دول محتاجين الزنك. الزنك هام جدا وموجود بسهوله، هلاقيه في الشبت، هلاقيه في الروزماري، هلاقيه في البقدونس، هلاقيه في اغلب التوابل الطبيعيه، هلاقيه برضه في الحبوب الكامله يبقى البليله، وهلاقيه في البقول والعدس برضه. الحاجات دي كلها بتخليني عندي قدره على مقاومه البرد. كل الاغذيه الزرقاء، يبقى الكرنب البنفسجي، الحاجات الزرقاء، لو لقيتي خس بنفسجي، لو لقيتي جزر بنفسجي، لو لقيتي اي شيء بنفسجي في السوق، ده فعلا بيديني صبغات بتفيدني جدا في مشاكل البرد والانفلونزا. هنشرب ميه، مش هنقول الشتاء مش هنشرب ميه، الميه هامه جدا للمناعه ولاخراج البلغم وتنظيف الجهاز التنفسي والجيوب الانفيه. مش هننسى كمان نبعد عن التدخين، لانه بيقلل من قدره الجهاز التنفسي على استعاده حيويته، وبيخلي الميكروبات خاصه البرد والانفلونزا الفيروسات بتاعتهم تستوطن وتدخل بسهوله، لان التدخين بيحرق الاهداف ويقلل المناعه. دكتور مجدي بدران، انا بشكرك على مجموعه النصايح اللي حضرتك افدتنا بيها الحقيقه في وقت قليل جدا. دكتور مجدي بدران